ونروح للشيخ الجميل، الشيخ محمود المصري ابو عمار. انا بحبك جدا وبقول لك كل سنه وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة وكل اخواننا واحبابنا واهالينا. معلش انا صوتي ضعيف، بقرب لي شوية. بخير وبسعادة والحقيقة يعني عايز اقول ان اذا كنا هنقول كلمة تهنئة للمسلمين في عيد الفطر، عايز اقول ان المسلمين لا تنتهي اعيادهم. كل لحظة بنمر بيها في طاعة لله سبحانه وتعالى، وكل لحظة بنقرب فيها من ربنا، فاحنا في عيد. وده بيذكرني بحاجة سريعة كده اقولها، ان سيدنا عمر بن عبد العزيز في عيد الفطر لما دخل عليه المسلمين عشان يهنوه، وبعدين بعد ما دخل الرجال وخرجوا فدخل الصبية الصغار يهنوا عمر بن عبد العزيز. كان من ضمن الصبية يا جماعة ابن عمر بن عبد العزيز، وكان يلبس ثيابا رثة، لبس قديم شوية. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى عمر بن عبد العزيز تأثر انه كان بيحكم ربع الكرة الأرضية وابنه لابس لبس قديم، فبكى. فابنه تقدم وقال له: ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرثة القديمة. فقال له: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فاحنا النهاردة في الجلسة الجميلة دي يا جماعة، واجتماعنا في ليلة وترية نسأل الله أنها تكون ليلة القدر. اجتماع جميل قوي، اجتماع بيجمعه الحب. وما أجمل إن احنا نعيش الحب بجد ونتعايش مع المعنى الجميل دوت. واحنا ما اجتمعناش هنا لا على مغنم ولا على أي شيء إلا على الحب في الله. في الحقيقة يعني جلسة مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمعنا جميعا مع بعض في الفردوس إن شاء الله. يمكن دكتور عمرو خالد ليه كلمه عايز يقولها لحضرتك. أنا عايز أقول بس النفوس السامحة مش كتيرة. والله الشيخ أبو عمار محمود المصري نفس جميلة، والله نفس نقية. يعني أنا أشهد له أمام الناس وأمام الله من أنقى. شوف العلم كتير بس في النفوس النقية مش كتير. النفوس بتشيل لكن فأنا بحب. الله يكرمك يا ياسر. أنا عايز بس أعلق على كلمة أخويا وحبيبي الأستاذ عمرو. عايز أقول أنا مش بقول الكلام ده والله تزكية لنفسي، لكن أنا بتقرب إلى الله بحب كل مسلم، وبحب الخير والله من قلبي لكل إنسان. وببقى سعيد جدا لأي إنسان ربنا يكرمه ويتفوق وينجح وينبغ. ويمكن الأستاذ عمرو يمكن يتذكر إن كل سنة أنا بتصل بيه علشان أقول له كلمة واحدة، يعني مبروك على البرنامج الجميل ده. مش بيحصل يا أستاذ عمرو؟ ببقى سعيد والله، والله العظيم ببقى سعيد جدا. يعني بداية من برامج كتيرة جدا، يمكن بس أكترهم يعني أكتر حاجة لمست القلب من أول على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت طالع بقى. واللي قبل كده كان جميل طبعا، بس من أول البرنامج ده بالذات أنا كل سنة بتصل بيه أقول له كلمة واحدة بس: أستاذ عمرو هنيئا ليك البرنامج الجميل ده. وببقى سعيد جدا وفرحان وبقول له أنا مستني رمضان الجاي عشان أشوف عشان اشوف البرنامج الجديد. والله بتقرب الى الله بحب كل مسلم، وبتمنى يعني الاستاذ عمرو وكل اخواني الدعاء، والكل مش الدعاء بس، والكل الناس في كل المجالات. بتمنى اخويا الاستاذ احمد الكابتن احمد حسن ربنا يشفيه ويرجع الملاعب مره تانية، عشان يبقى ناقص لك 6 مباريات وتبقى عميد الكره العالميه، عشان تعرف ان احنا انا متابع. وربنا ينفع بالدكتور علاء صادق صاحب الكلمه الجميله المهذبه والبسمه الحانيه. بتمنى النجاح لكل انسان على وجه الارض. سعيد جدا النهارده ان اشوف الاستاذ حماده هلال، استاذ محمد سويد. سعيد جدا ان اشوف النماذج الحلوه الناجحه ديت، وبتمنى ان كل واحد. وعايز اقول كلمه اخيره، انا عارف ان طولت معلش، خدت نصيب الاسد النهارده، بس عايز اقول حاجه يا جماعه. والله العظيم لو كل مسلم انشغل بانه يعمل حاجه ينجح بيها بدل ما ينتقد الناس اللي حواليه ويهدم في الناس اللي حواليه، صدقوني هينجح. والحاجة التانية من أسباب نجاحه عارفين إيه هي؟ دعاءه لإخوانه. تخيلوا إن ممكن يكون الواحد ربنا أكرمه في دعوته بسبب إيه؟ بسبب إن أنا أفتح التلفزيون أشوف أي داعية، والله أقعد أقول يا رب وفقه، يا رب سدد لسانه، يا رب افتح للناس قلبه، يا رب افتح قلوب الناس بيه. بقعد أدعي له، والملك أنا عارف إنه بيقول آمين ولك بمثل. يمكن ده السبب ان ربنا اكرم الواحد في دعوته، انه بيدعي لكل الدعاء ان ربنا يوفقهم. وانا سعيد جدا بوجودي النهارده وسط اخواني، واسف على الاطاله،
وجزاكم الله خير. بس انت عليك واحده. انت قلت انا معلوماتي في الكوره جامده، وقلت ان احمد حسن فاضل له 6 ماتشات ويبقى عميد الكره العالميه. 3 ماتشات بس. يبقى المذيع اللي غلط، انا سمعتها من المذيع. لا مش انت، لا اللي في التلفزيون. كل سنه وحضرتك طيب انت. صح السلامة، جزاكم الله خيرا، وربنا يجمعنا وإياكم بنفس الجلسة الجميلة دي بس في الفردوس إن شاء الله.